ازيكم؟ النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن الفرق ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه. في الفيديو ده هديكم ملخص سريع عن الفرق ما بينهم. الاول هنتكلم عن الاعتماد جوه تركيا. الجامعات الحكوميه معظمها، يمكن كل الجامعات الحكوميه بلا استثناء، بتكون معتمده في تركيا، حتى اللي ترتيبهم بيكون شويه ضعيف بيكونوا كمان معتمدين. وما دام الجامعات دي معتمده في تركيا يبقى انت ممكن تطلع من الجامعه تتخرج تشتغل على طول في تركيا. لكن بالنسبه للاعتمادات اللي بتكون تبع الدوله اللي انت عايش فيها، لازم تكون سائل الاول عندك في الدوله هل الجامعه دي معترف بيها ولا لا. كمان ممكن تخش تشوف من على النت. لكن بالاغلب ان الجامعات الحكوميه اللي بتكون معترف بيها هنا بيكون كذلك معترف بيها في معظم الدول العربيه. والجامعات الخاصه برضه بيكون معترف بيها في تركيا، وبيكون معترف بيها كمان في بلدك اللي انت عايش فيها. وفي معظم الجامعات الخاصه بيكون كده ما عدا استثناء جامعات معينه. عشان كده لازم قبل ما تقدم في اي جامعه خاصه تتاكد 100% ان الجامعه دي معتمده في اليوك. واليوك ده هو اختصار لكلمه يوكسيك اوراتيم كورول، واللي هو كده زي وزاره التعليم العالي عندنا في مصر. وزي ما قلت لك لازم تتاكد من النقطه دي كويس، لان في جامعات خاصه مش بيكون معترف بيها حتى في تركيا، مش بره تركيا. فانت لو في جامعه في دماغك او عايز تقدم فيها، ممكن تنزل تبعت لي على الواتساب تحت اللينك بتاع الجامعه او اسم الجامعه، وانا هقول لك واكد لك اذا كانت الجامعه دي معترف بيها ولا مش معترف بيها. لكن انا زي ما قلت لك ان الجامعات الخاصه معظمها معترف بيها، والجامعات الحكوميه كذلك 3/4 يمكن كلها كمان معترف بيها. ففي النقطه دي الجامعات الحكوميه تاخد نقطه والجامعات الخاصه تاخد نقطه. تاني حاجه معانا هي المكان في الجامعات الحكوميه بيكون مميز جدا في النقطه دي، لان الجامعات الحكوميه بتكون يعتبر في كل المدن على الاقل بيكون فيها جامعه واحده، وساعات بيكون فيها جامعتين. فده طبعا بيتيح لك عدد جامعات كتير قوي، لان تركيا فيها مدن كتير او محافظات كتير، في كل مدينه على الاقل بتلاقي فيها جامعه واحده، فبيخلي عندك اللي انت ممكن تدرس في اي جامعه من المدن دي، عكس الجامعات الخاصه اللي بتكون متمركزه اكتر في اسطنبول، لان معظم الجامعات الخاصه بتكون في اسطنبول. لكن برضه في جامعات خاصه في انقره، وجامعات خاصه مثلا في انطاليا، في جامعه خاصه كمان في غازي انتاب، في جامعات خاصه في حتت تانية، لكن مش في كل المدن اللي موجوده في تركيا. فانا من وجهه نظري شايف ان النقطه دي تروح للجامعات الحكوميه. تالت نقطه هنروح لها وهي السن في الجامعات، اذا كانت الحكوميه او الجامعات الخاصه ما بيكونش شرط. يعني انت تقدر من 18 سنه لما فوق تقدم اذا كان على الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه. الاوراق برضو هي يعني النقطه دي هي والسن ما بقاش فيها اختلاف. الاوراق اللي بتقدم عليها على الجامعات الحكوميه هي بالظبط نفس الاوراق اللي بتقدم عليها على الجامعات الخاصه، واللي هي بتكون صوره الشهاده الثانويه وصوره الباسبور. بنترجم صورة الشهادة الثانوية وبنوثقها وبنترجم الباسبور، وبتحتاج صورة شخصية ليك وشوية بيانات كده، وبكده بتقدر تكون جاهز تقدم على الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة. الفيزا. في الفيزا الجامعتين بيساعدوك على انت تطلعها، اذا كانت الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه، وبيساعدوك عن طريق ان هم بيبعتوا ايميل للسفاره في بلدك، والايميل ده بيساعد على ان انت تطلع الاقامه بسرعه، لان هم بيبعتوا ايميل رسمي اللي انت خلاص بقيت طالب عندهم. لكن في النقطه دي اميل شويه على الجامعات الخاصه، لان الجامعات الخاصه بالايميل بتاعها بيكون يعني زي ما تقول كده ايميل مستعجل، لان في الجامعات الخاصه بتكون اغلى، فهم بيحاولوا على قد ما يقدروا يساعدوك في اجراءات الفيزا واجراءات الاقامه دي اكتر شويه من الجامعات الحكوميه. لكن في الاخر الاتنين بيساعدوك ان انت تخلص الفيزا وتخلص الاقامه اول ما بتيجي هنا. فهنا هنحسب النقطتين اللي فاتوا بالنقطه دي للجامعات الحكوميه وبرضه للجامعات الخاصه. اللغه في الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه الاتنين بيتيحوا لك سنه تحضيري لو انت مش معاك تركي، او حتى مش معاك انجليزي قوي، ان انت مش معاك شهاده تقدر تقدمها لهم بيها تبدا التخصص. الاتنين بيوفروا لك سنه تحضيريه تقدر تدرسها، وبعد ما بتدرسها بتستلم شهاده من الجامعه وبتسلمها لهم، وبعد كده تبدا التخصص بتاعك. لكن في السنه التحضيري دي ما بتاثرش على اي حاجه، لانك برضو بتقدر تطلع اقامه عن طريق ان انت بتدرس سنه تحضيري تبع الجامعه. طول ما انت معاك اثبات قيد اللي انت بتدرس في جامعه واقف على شهاده اللغه، بتقدر تطلع اقامه عادي من غير مشكله. ففي اللغه ومساعدتك فيها والسنه التحضيري برضو الاتنين يتحط لهم نقطه. شروط التقديم دي هي اهم نقطه في الموضوع ده كله، لان هنا انت اللي بتختار انت عايز ايه. الشروط يعتبر واحده، لان الجامعات الحكوميه ما بتحددلكش مجموع تقدر تقدم منه على تخصصات معينه، والجامعات الخاصه نفس الكلام. في الجامعات الحكومية لو مجموعك فوق 50 وساعات فوق 60 بتقدر تقدم، والجامعات الخاصة نفس الكلام، مجموعك فوق 50 بتقدر تقدم. لكن الجامعات الحكومية ساعات بيكون الجامعة حاطة رينج معين أكتر من 50 أو 60. في جامعات بتحدد آخرك 70% عشان تقدر تقدم، وفي جامعات ساعات بتحط 80% كحد أدنى عشان تقدم. لكن الشروط واحدة ونظام القبول مش واحد، لأن الجامعات الحكومية بتقبل من نظام اللي هو نظام المفاضلة. يعني مفيش تنسيق زي عندنا في مصر كده. نظام المفاضلة ده اللي هو انت بتقدم على تخصصات، وبيشوفوا الناس اللي مقدمين معاك على نفس التخصص ده وبياخدوا بالاعلى مجموع. يعني لو اللي مقدم معاك على التخصص ده اعلى واحد جايب 90 بياخدوه وبيتقبل، وبعد كده يشوفوا اللي بعده جايب 89 بياخدوه وبيتقبل، وبيفضلوا ينزلوا بالمجاميع لغايه ما المقاعد اللي في التخصص ده تتملي،
وبعد كده خلاص لو انت بقى مجموعك من ضمن المجاميع اللي اتاخدت دي فبتتقبل، لو مجموعك مش كده فبتترفض، وطبعا بتكون مقدم على جامعات غيرها. لكن الميزه برضه في الجامعات الحكوميه ان هي بتفتح مفاضلات، يعني ممكن الجامعه اللي انت اترفضت فيها مره ترجع تفتح مفاضله تانية فترجع تقدم عليها تاني، فده بيخليك على الجامعه الواحده تقدر تقدم مره واثنين وثلاثه وساعات 4 وساعات 5 كمان على حسب كل جامعة. لكن زي ما انت معرفت نظام القبولات اللي هو نظام المفاضلة، فالجامعات الخاصة عكس كده. الجامعات الخاصة أهم شرط عندهم إن انت يكون مجموعك فوق 50%. فوق 50% أيا كان التخصص، طب، أسنان، علاج طبيعي، هندسة، أيا كان التخصص، لو مجموعك فوق 50% انت بتتقبل بنسبة 100%. 100% بتتقبل، مجرد ان انت قدمت انت اتقبلت. بعكس الجامعات الحكوميه اللي انت بتقدر تقدم من مجموع فوق ال50 اهم حاجه، لكن في نفس الوقت بيكون النظام نظام مفاضله، يعني بنسبه 50% بتترفض وبنسبه 50% بتتقبل. وهنا يودينا على نقطه الاسعار. الاسعار طبعا في الجامعات الحكوميه بيكون ارخص بكتير في الجامعات الخاصه، بالذات في المجالات الطبيه. في المجالات الطبيه زي الطب البشري بالتحديد بيوصل مصاريف الجامعه ل7 و8000 دولار، وفيما فوق يعني بيعدي كمان الرقم ده. بس برغم ان هي غاليه كده، يعني في تخصصات ارخص من كده، مثلا علاج طبيعي بيكون بحوالي 2000 دولار، وفي كمان ازيد حاجات بسيطه بيختلف من جامعه للتانيه. لكن المميز في كده او المميز في الجامعات الخاصه في النقطه دي ان انت بتبقى ضامن القبول 100%، وان انت كمان بتختار تخصصك ده ان هو يكون اذا كان بالانجليزي او بالتركي، عكس الجامعات الحكوميه اللي بتكون انت على حسب الجامعه اللي هتقبلك، اذا كان قبلتك بالانجليزي او قبلتك بالتركي. لو التخصص متاح بالانجليزي بتقدم بالانجليزي، ولو متاح بالتركي بتبقى مقدم بالتركي. وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو على القناه قريب جدا هيكون بس عن التخصصات الهندسيه في جامعه معينه كده. الجامعه دي تعتبر من ارخص الجامعات الخاصه هنا في تركيا، والجامعه دي معتمده. وغير كده الجامعه دي اهم ميزه فيها ان هي عمليه، يعني وانت بتدرس من اول سنه اولى بتبتدي تشتغل بايدك. بتكون الجامعه دي كويسه جدا للتخصصات الهندسيه. وهنا انا مش عارف احط النقطه لان الجامعات الحكوميه بيكون التخصص بتاعها بأرخص بكتير من الجامعات الخاصة، لكن في نفس الوقت انت متبقاش ضامن هتتقبل ولا لأ في الجامعة من أول مرة أو من تاني مرة أو من تالت مرة، بعكس الجامعات الخاصة اللي بتكون شوية أغلى لكن انت ضامن القبول 100%، كذلك ضامن اللغة اللي هتدرس بيها 100%. فهنا أنا مش هحط النقطة لا لده ولا لده، وانت اللي تقرر، لأنك انت في الموضوع ده هتحدد إذا كنت حابب الجامعات الخاصة ولا حابب الجامعات الحكومية. إذا كنت حابب ده أو حابب ده، فانت لو عايز تقدم على الجامعات تقدر تلاقي اللينك بتاع الواتساب بتاعي تحت، ممكن عليه تبعت لي رسالة لو انت عايز تقدم على الجامعات بالأوراق اللي احنا قلنا عليها اللي بتكون مطلوبة في الفيديو ده. وفي الآخر ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك في القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد.